بنقدم لحضراتكم النهارده طبعه من احدث الموديلات الاتش بي الموجوده في السوق المصري. الطبعه دي رقمها اتش بي ليزر جيت برو 400 ام 401 دي ان. البرينتر زي ما احنا شايفينها كده، ده شكلها من الخارج. البرينتر دي سرعتها حوالي 35 ورقه في الدقيقه، فيها دوبلكس بتطبع وش وظهر اوتوماتيك، فيها نتورك يعني لازم توصلها لو وصلتها حضرتك بالراوتر تقدر تطبع من الموبايل او من اللابتوب من غير سلك، بس بنأكد ان هي بتكون متوصله بالراوتر بكابل. لو هي متوصله بالراوتر بالكابل، اي جهاز متوصل بنفس الراوتر عن طريق الواي فاي او عن طريق النتورك يقدر يطبع من خلالها. اهم مميزات الطبعه دي بقى هو الكارتج بتاعتها. الحقيقه الكارتج دي سعرها جديده النهارده حوالي 320 جنيه، بيعاد تعبئتها في حدود من 100 ل 150 جنيه على اقصى تقدير، تطبع لها في حدود 2500 ورقه، وموجوده بقى عند كل الناس، لان الكارتج دي مش بس بتشتغل على الموديل ده، هي بتشتغل على حوالي 10 موديلات تانيين معاها. خلونا نجرب كده نطلع تيست من البرينتر. ده شكل التيست اللي طالع من البرينتر، شكل طباعتها دي حاجه اسمها الديمو بيج، صوره هم حاطينها في البرينتر كده علشان خاطر يبينوا الطباعه بتاعتها شكلها عامل ازاي. طيب انا لو حابب اصور اطبع على الورقه دي، ممكن احطها في الدرج المانيوال اللي هنا، اخلي وش الورقه اللي مش مطبوع لفوق، وبعدين ادخل على هنا ريبورت واختار مثلا الكونفيجريشن بيج. الدرج ده طول ما هو فيه ورق هو الديفولت، هو البرينتر هتشتغل عليه، هو الاساسي. لو هو ما فيهوش ورق بتبدا تشتغل على الدرج اللي تحت. دي شكل الصوره اللي طلعت منها. الدرج ده بنستخدمه لطباعه الورق التقيل، الورق اللي هو الاوزانه تقيله لحد 220 جرام. نقدر بقى طبعا بمقاساتنا الاي 5 والاي 4 نغيرها من هنا عن طريق الجزء ده كده اللي بيتحرك ده. الاوزان زي ما معانا كل انواع الورق لحد 220 جرام. طيب الدرج اللي تحت هنا زي ما احنا شايفين، الدرج ده بياخد حوالي 350 ورقه، برضو بنستخدمه لجميع انواع الورق، بس دايما بنفضل الورق التقيل نستخدمه على الدرج المانيوال اللي فوق هنا اللي هو ده. البرينتر اخيرا ابعادها حوالي 30 او 35 سم في 35 في ارتفاع 30 سم، ابعادها صغيره جدا.